الواحد اقسم بالله يا جماعه حاسس بالعجز الشديد جدا، حاسس ان هو متكتف ومش عارف يعمل اي حاجه، حاسس ان هو بيحاول ان هو ينصر القضيه، ولكن برضو مش ده اللي مطلوب مننا. اكيد في حاجه اقوى مطلوبه مننا، اكيد في حاجه محتاجين ان احنا نعملها اكتر من كده. ولكن الواحد بيقول طب هنعمل ايه؟ يعني النهارده بنشوف الكنيسه بتاع اللي ما يتسموش، اللي ربنا ان شاء الله باذن الله ينتقم منهم ويورينا فيهم عجائب قدراته، ويورينا فيهم آية بإذن الله على حياة عيوننا يا رب إن شاء الله. النهارده بياخدوا قرار إن هم يعدموا الأسرى الفلسطينيين، أكثر من 10 أو 12 ألف أسير فلسطيني. النهارده خدوا قرار بحقهم إن هم يتعدموا. فأقسم بالله هو إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ هو فين العرب؟ فين المسلمين؟ فين الناس؟ فين الحكومات؟ فين الشعوب؟ فين؟ انا حاسس ان هو خبر عابر كده عدى علينا، ان الكنيسه اتعمل كذا كذا كذا، ويعني مفيش اي رد فعل من الحكام، مفيش اي رد فعل من الحكومات. وتحس ان الناس مش مركزه، او الناس خلاص نسيت قصه غزه ونسيت المعاناه الكبيره اللي عايش فيها شعب غزه لحد اللحظه اللي احنا فيها. وعايشين يعني الواحد بيشوف مناظر تقطع القلب. ولكن اقسم بالله اول مره احس بالعجز القاتل ده، العجز اللي هو يعني اكيد في حلول يا جماعه، اكيد في حلول، اكيد في انصاف هيحصل باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا اكيد انا عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى، ثقه عمياء ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيتخلى عنهم، ربنا مش هيتخلى عنهم.